اهلا بيك يا صاحبي في اوضتي. بص بقى يا صاحبي، عارف الاحساس ده لما تقوم من النوم وتقول خلاص انا قررت هتمرن او اتعلم او اذاكر وتبقى مولع، وتاني يوم برضه تمام، بس بعد كده فجأة الحماس يطير وتلاقي نفسك راجع لنفس مكانك. ساعتها بتحس انك فاشل او ضعيف، بس الحقيقة مش انت اللي فيك حاجة، مخك نفسه هو اللي بيلعب اللعبة دي. تعال اقول لك ايه اللي بيحصل جوه دماغك بالظبط. في سنة 1954 كان في اتنين عالمين واسمهم جيمس اولدز وبيتر ميلنر، كانوا بيجربوا تجربة مع الفئران عشان يفهموا ازاي المخ بيتعامل مع المكافأة او الحماس. ركبوا اقضاب كهربائية في جزء من دماغ الفئران، ركبوها في الجزء المسؤول عن الدوبامين. اكتشفوا ان الفار لما بيدوس على الزرار اللي بيدي اشارة للمخ بيحس بنشوة، ده زي الحماس عندنا كده. الفار كان بيضغط على الزرار مئات المرات في اليوم ويسيب الاكل والمية، لحد ما اكتشف العلماء ان الدوبامين هو المسؤول الاساسي عن الاحساس بالحافز. طب ليه الحماس بيختفي؟ المخ لما تبدا حاجة جديدة بيطلع كمية دوبامين محترمة، عشان كده في البداية بتحس انك سوبر مان، بس مع الوقت المخ هيتعود والدوبامين يقل، فتلاقي الحماس اختفى. مش لانك ضعيف، بس لان المخ متبرمج انه يديلك دفعة في الاول بس والباقي عليه. كمان المخ بيحب الجديد، اي حاجة جديدة تديك طاقة، بس بعد اسبوعين نفس الحاجة تبقى حاجة مملة، وده الطبيعي. فزمان الحماس كان يطول مع الناس شويه، لكن دلوقتي احنا بنغرق دماغنا في الدوبامين السريع كل يوم، فالسوشيال ميديا والفيديوهات والالعاب والاشعارات، فالمخ هيتعود على المتعه السريعه. فلما انت تبدا حاجه حقيقيه محتاجه صبر زي المذاكره او الرياضه هتحس انها ممله جدا وهتوقف. فالموضوع مش انك مش عاوز، لكن دماغك مش متعود على الملل. عارف لما تبقى مستني حاجه حلوه، زي لما تطلب اوردر اكل تفضل تبص في التليفون كل شويه مستني الراجل يرن عليك، الاحساس ده هو نفسه اللي بيخلي المخ يفرز الدوبامين، مش بس لما الحاجه تحصل لكن كمان اكتر لما تتوقع انها تحصل. يعني الحماس مش بيجي من المكافاه نفسها لكن من الطريق ليها. المخ بيحب التراكب، بيحب الحلم وبيحب الوعد، بس اول لما الحاجه تتحقق الدوبامين يقل والمخ يبدا يدور على حاجه جديده. وده يفسر ليه بعد اسبوع من المذاكره او الرياضه الحماس بيطير، لان الوعد اتحقق جزئيا والمخ بيدور على وعد جديد. فانت مش بتكسل، فانت بس مش لاقي وعد جديد يولعك. النظام المكافاه الداخلي مش دايم، في حاجه اسمها خطا في توقع المكافاه. يعني ايه؟ يعني المخ بيحسب المكافاه اللي توقعها ويقارنها باللي حصل فعلا، ولو كانت المكافاه اعلى من التوقع الدوبامين هيزيد، ولو قل الدوبامين يقل وتحس باحباط. يعني لو بدات مذاكره متوقع انك هتفهم بسرعه، ولو لقيت نفسك تايه المخ هيقول لك دي مش المكافاه اللي انا كنت مستنيها، فيقلل الحماس. وده بيحصل كتير في الحاجات اللي محتاجه صبر زي التعلم او بناء حاجه. المشكله اننا بنعيش في عالم بيبيع لنا توقعات عاليه جدا. الكورسات تقول لك هتتعلم في 5 ايام، وفيديوهات تقول غير حياتك في اسبوع. فلما الواقع يجي ابطأ من الوعد المخ هيحبط ويوقفك. المخ بيحاول يحميك بس بيخدعك. المخ مش عدو، هو بس بيحاول يحميك من الاحباط مش التعب من الفشل. بس ساعات الحمايه ديت بتكون زياده عن اللزوم. يعني لما تبدا حاجه وتلاقيها صعبه المخ هيقول لك سيبك منها دي مش امنه، وهيبدا يديك اشعارات تعب وملل ورغبه في التاجيل. بس ديت مش الحقيقه، ده مجرد انذار وهمي، زي انذار العربيه كده لو حد قرب منها حتى لو مش بيخبطها المخ بيبالغ عشان يحميك. بس انت لو فهمت ده هتبدا تميز ما بين التعب الحقيقي والتعب اللي مخك اخترعه. في عمل تاني بيكسر الحافز، المقارنه. لما انت تشوف حد بيتمرن كل يوم او بيذاكر 10 ساعات او بيحقق نجاحات المخ بيبدا يقارن ويقول لك ايه ده انت مش كفايه. بس المقارنه دي بتخليك تحس انك لازم تكون زيهم عشان تبدا، وده غلط، لان كل واحد عنده دوبامين مختلف، الظروف مختلفه والطاقه مختلفه. المقارنه بتسرق منك الحماس وتخليك تحس انك متاخر حتى لو بتتحرك. كمان في مشكله تانية، الاعتماد على المحفزات الخارجيه زي فيديوهات التحفيز او الموسيقى او الكافيين. كل دي حاجات بتدي دفعه مؤقته، بس لو اعتمدت عليها المخ هيتعود ويبدا يطلب جرعه اعلى كل مره، وفي الاخر تبقى مش قادر تتحرك من غيرهم. الحماس مش خط مستقيم، ده موجات. يعني الطبيعي انك تتحمس يوم وتكسل يومين، والمشكله مش في الكسل، المشكله اننا بنفهمها غلط. ولما تحس انك مش قادر المخ يقول لك خد راحتك، بس احنا بنفسرها انها فشل، فنبدا نجلد نفسنا ونفقد الثقه. فانت لو فهمت ان دي دوره طبيعيه هتبدا تتعامل مع الكسل كجزء من الراحه مش نهايه ليها. في حاجه غريبه بتحصل جوانا، المخ ساعات بيربط الانجذاب بالحب. يعني لما تنجح في حاجه تحس انك تستحق الحب اكتر، ولما تفشل هتحس انك مش محبوب حتى لو محدش قالك كده. الربط ده بيخلي الحماس مربوط بالمشاعر اعمق، فتبدا حاجه جديده بحماس مش بس علشان تتحقق لكن عشان كمان تحس
تحس انك كويس، بس اول لما الحماس يقل هتبدأ تشك في نفسك وفي قيمتك، وده خطر لانك هتبدأ تبني صورتك الذاتية على الانجاز مش على حقيقتك. المخ عنده ميل طبيعي يفتكر الحاجات السلبية اكتر من الايجابية، يعني لو نجحت في 5 حاجات وفشلت في حاجة المخ هيركز على الفشل اكتر، وده اسمه الانحياز السلبي، هو اللي بيخلي الحماس ينكسر بسرعة، لانك كل ما تبدأ حاجة المخ هيفتكر اخر مرة فشلت فيها ويقول لك انت مش هتنجح المرة دي برضه، بس ده مش حقيقي، ده مجرد نمط تفكير، ولو فهمته هتقدر تفصله عن الواقع وتكمل. المخ بيحب الامان، ولما تبدأ حاجة جديدة وتحس بتعب المخ هيفسر ان التعب ده اكنه خطر، ويقول لك انت بتجهد نفسك، ارجع استريح. بس الحقيقة التعب ده مش دايم ومش دايما خطر، زي اول تمرين كده وتحس بعضلاتك بتوجعك، ده مش خطر، ده علامة انك بتتغير. بس لو المخ ربط التعب بالخطر هيوقفك قبل ما تبدأ تتطور. المخ بيشتغل ضدك من غير ما يقصد، المخ مش دايما فاهم نيتك، يعني لما تبدأ مذاكرة او تمرين هو مش عارف انك بتعمل كده عشان تطور نفسك، هو بس شايف انك خرجت بره منطقة الراحة، فيبدأ يشتغل ضدك ويخليك تزهق وتتشتت وتفكر في حاجات تانية، مش لانه شرير لكن لانه مش فاهم الهدف. انت لو ما وضحتش لنفسك الهدف المخ هيفضل يشتغل ضدك حتى لو نيتك كويسه. في ناس كتير بتبدا حاجات جديده وهي متخيله النتيجه في دماغها، يعني لما تبدا كورس وهي شايفه نفسها انها بتتكلم بطلاقه، او تبدا تمرين وهي شايفه نفسها انها جسمها بيتغير، بس لما تكتشف ان الطريق اطول من الصوره اللي في دماغك المخ هيحبط، لانك ربطت البدايه بالنتيجه مش الرحله، وده بيخلي الحماس يطير بسرعه لانك مش مستمتع بالخطوات، انت مستني النهايه. لما المخ يربط الانجاز بالقبول الجماعي، في ناس بتبدا حاجه جديده عشان تثبت نفسها قدام الناس، عايزين يسمعوا كلمه برافو او يشوفوا لايكات او يحسوا نفسهم مقبولين، بس لو الناس ما شافتش المخ هيقول لك محدش مهتم، وده بيكسر الحماس لانك ربطت الانجاز برد فعل الخارجي. بس الحقيقه الانجاز الحقيقي بيبدا من جواك مش من تسقيف الناس. الحماس الحقيقي مش دايم لكن العاده بتكمل. انت لو ركزت شويه هتلاقي ان الناس اللي وصلت لحاجات كبيره ما كانش سرهم الحماس، لا كان سرهم العادة. الحماس هو النار الأولى لكن العادة هي البنزين اللي بتشغل الموتور بعد كده. انت لو اعتمدت على الحماس هتقف أول ما يطفي، لكن لو بنيت عادة حتى لو صغيرة هتكمل في الأيام اللي انت مش عايز تقوم فيها من على السرير. كل بطل رياضي وكل طالب متفوق وكل شخص ناجح عنده روتين، مش لأنهم خارقين لكن لأنهم فهموا اللعبة. الحماس بيجي وبيمشي لكن العادة بتفضل. في خطأ ناس كتير بتقع فيه، انهم بيبدأوا بقوة اكتر من طاقتهم ويمرنوها 3 ساعات ويذاكروا 10 ساعات ويستنزفوا نفسهم في اول اسبوع وبعد كده ينهاروا. لكن القوة الحقيقية مش في البداية الكبيرة، القوة في الاستمرار الصغير. لو كل يوم عملت خطوة صغيرة ثابتة هتوصل اسرع من اللي بدأ بقوة ووقف. مش لازم تبدأ بجيم 6 ايام في الاسبوع، ابدأ ب 15 دقيقة. مش لازم تذاكر 10 ساعات، ابدأ بنص ساعة. السر مش في كمية الطاقة، السر انك تستمر. المقاومة مش عدوة، ده دليل انك ماشي في الطريق الصح. ولما تبدأ اي حاجة جديدة وتحس انك بتواجه مقاومة اعرف انك على الطريق الصح، ولو مفيش مقاومة يبقى انت في نفس دايرتك. لكن لو في ملل وكسل وتشتت يبقى مخك بدأ يحس انك بتكسر الروتين. والمقاومة مش معناها توقف، المقاومة معناها انك بتتغير. فبدل ما تفسرها ان انا فاشل فسرها انها انا بكبر. طب ازاي تضحك على مخك؟ المخ دايما عايز راحه، فلو قلت له يلا نتمرن ساعه هيرفض، بس لو قلت له 5 دقايق بس هيوافق طبعا. المفتاح هنا انك تفتح الباب مش تكسره. ابدأ بخطوه بسيطه جدا، ولما تبدأ هتلاقي نفسك بتكمل. اسمها قاعده ال5 دقايق. ناس كتير حولت حياتها بسببها. لو كل يوم فتحت الكتاب 5 دقايق بس، ولو كل يوم طلعت تتمشى برضه 5 دقايق بس، هتتفاجئ قد ايه الحماس بيرجع لوحده. اربط العادة بالمعنى مش الحقيقة. لو كان هدفك بس النتيجة، جسم مثالي، درجات عالية، شغل اكبر، اول ما تتأخر النتيجة هتفقد حماسك. لكن لو ربطتها بالعادة بالمعنى هتكمل. يعني انا بتمرن عشان احترم نفسي وجسمي مش علشان شكله وبس، انا بذاكر عشان اكبر عقلي مش علشان الشهادة، انا بتعلم عشان اكون نسخة اقوى من نفسي مش علشان الناس تقول برافو. المعنى الحقيقي هو اللي بيخليك تكمل مش تسفيق. البيئة بتكسب المخ. لو البيئة حواليك مشتتات حتى اقوى ارادة
هتنهار مش لانك ضعيف، لانك انسان. لو دايما تليفونك جنبك او قاعد في مكان فوضى، مخك هيلاقي مليون طريقه يهرب منها من التركيز. بس لو عدلت البيئه، مكان مذاكره مترتب، موبايل بعيد، ووقت محدد ثابت، هتلاقي انك مش محتاج تحفز نفسك طول الوقت. البيئه الصح، الحماس اقل، تركيز اعلى. احترام الملل. الملل مش عدوك، الملل معناه انك بدات تعمل حاجه حقيقيه مش مجرد متعه سريعه. كل عاده عظيمه وراها ساعات من الملل. الكتاب العظيم بيقعد يكتب حتى لو مفيش الهام. الرياضي القوي بيتمرن حتى وهو مش متحمس. الطالب الشاطر بيذاكر حتى وهو زهقان. ولو قابلت الملل كجزء من الرحله، هتسبق 90% من الناس اللي بيستسلموا لها. ازاي تبني حماسك بنفسك؟ الحماس مش لازم تستناه، تقدر تصنعه ازاي؟ بخطوتين. حرك جسمك، لو قاعد قوم اتمشى، افرد جسمك، خد نفس عميق. الجسم لو اتحرك العقل بيلحق. افتكر ليه بدأت. الجملة اللي خرجتك من السرير اول يوم هي الوقود الحقيقي. وكل مرة تحس انك مش قادر، ارجع للسطر الاول من رحلتك وركز على السبب مش التعب. النجاح الحقيقي بيحصل في الايام العادية. الناس بتفتكر ان النجاح بيجي في لحظة الحماس الكبيرة، لكن الحقيقة الحماس بيتبني في ايام عادية جدا. اليوم اللي تصحى فيه وانت مش فاضي وتعمل اللي عليك، اليوم اللي تحس فيه انك زهقان وبتكمل، اليوم اللي محدش شايفك ومع ذلك بتشتغل. دي الايام اللي بتصنعك، مش الايام اللي الحماس فيها مولع. ازاي تخلي المخ يشتغل معاك مش ضدك؟ لو فهمت ان المخ مش عدوك، هتبدا تتعامل معاه بذكاء مش بعين. المخ بيحب الراحه، اديله راحه بعد مجهود. المخ بيحب الجديد، نوع الروتين من وقت للتاني. المخ بيخاف من الفشل، فكره بالمرات اللي انت نجحت فيها. ده لو لعبت معاه اللعبه الصح هيساعدك مش هيوقفك. الحماس مش عصايه سحريه، لو استنيت الحماس عشان تبدا هتفضل واقف مكانك، لكن لو بدات حتى لو من غير حماس هيلحقك. مفيش بطل بدا وهو حاسس انه جاهز 100%، لكن في ابطال كملوا رغم انهم ما كانوش جاهزين. المخ مش دايما هيساعدك، بس لو فهمته هتعرف تمشي الرحله صح. في المره الجايه لما تحس فيها ان الحماس راح، ما توقفش، عاوزك تبتسم واعرف ان دلوقتي بدات الرحله اللي بتصنع الابطال. سلام.